بس عشان كده انا مفيش حجز ومفيش بيع حمام الفتره دي يعني. بعد الفيديو اللي فات اللي كنا بنتكلم فيه عن الحمام اللاحم الفرنسي الاستيراد، الحمام اللي هو جاي من الكويت وازاي وثقنا الحمام، عمليه شراء الحمام من الكويت، وعرفتك ازاي ان انت تشتري الحمام لو حد هيبيع لك زغاليل، او حتى هتشتري حمام شغال، او الجماعه اللي هم بينصبهم في موضوع الحمام، كل واحد او هو مش عارف ومفكر ان الحمام اللي عنده استيراد مضحوك عليه وعايز يبيع من ولاده على ان هو عنده حمام استيراد. الحاجات دي بنقولها كلها علشان نعرف الناس. في ناس اول مره تشوف الحمام اللي بالختم. طبعا احنا يمكن اول قناه في مصر صورت الحمام اللي بختم الشركه الفرنسيه مع الاستاذ احمد بركات. صورت مع الاستاذ احمد بركات في منزله، وهقول لك احط لك برضو الفيديو في وصف الفيديو تحت، هتشوف الفيديو ده ان شاء الله. يعني هتشوف تاريخ الفيديو كمان، وهتعرف ان احنا اول قناه نزلت الحمام الاستيراد بختم الشركه الفرنسيه باذن الله. يورو بيجون، لو دخلت على الموقع بتاعهم هتلاقيهم بيكتبوا يورو بيجون. طيب الفيديو ده عشان ايه؟ الفيديو ده انا بعمله تاني ليه؟ الفيديو ده انا بقول لك لان في ناس، انا قلت مفيش بيع لسه، احنا لسه جايبين الحمام لسه مفيش منه انتاج، وزي ما حضراتكم عارفين احنا داخل الحر دخل علينا، فانا افضل اني اريح الحمام في فصل الصيف. تمام؟ ناس تانية برضو قالوا الحمام ده موجود في مصر. يا جماعه ما قلتش الحمام ده عندي انا بس، لا الحمام موجوده في مصر، وعندي ناس يعني ناس معدودين على الاصابع، على اصابع اليد الواحده، لان طبعا الحمامه غاليه، ففي اللي جاب جوزين، في اللي جايب 3، في اللي جايب 4 وهكذا. لكن برضو دي اعداد قليله جدا على مصر. يعني مصر ال 110 مليون هيعملوا فيهم ايه لما يكون واحد جايب له 4 تجواز ولا 5 تجواز، ولو حتى 100 جوز مش هيعملوا حاجه في بلد زي مصر يعني. الختم اللي في الجناح تمام، ده اللي هو الحمام بختم الشركه الفرنسيه اللي احنا بنقول عليه، غير الاشاره اللي بتبقى هنا دي ملناش دعوه بيها، اللي خارجه بره كده زي الحلق اللي في ودن المعيز ده ملناش دعوه به. تمام كده؟ يبقى ده الابيض اللي احنا جبناه. تمام؟ فهل مفيش غير الابيض؟ لا، في يا جماعه منه الوان، كل الالوان تقريبا، كل الالوان، لكن هو اللي معروفه في مصر اكتر اللي هي الحمامه الابيض. موجود فين يا عم مصطفى الحمام اللي هو الالوان ده؟ ابو صدام عنده جميع الالوان بتاعه الحمام اللاحم وبيبيع منها. اما انا لسه ما بداتش في البيع يا جماعه، لان انا لسه جاي لي الحمام. تمام؟ عشان تكون لي زي حقا يعني، لان في ناس دخلت في التعليقات وكتبت لي ان في حمام، انا اقصد الناس التانية. ابو صدام كان زي ما انا بعمل بالظبط، كان برضو بيحذر الناس من الجماعه اللي بينصبهم. انا وابو صدام اصدقاء على فكره، اللي ما يعرفش ابو صدام صديقي وحبيبي من قبل حتى ما يعمل قناه على اليوتيوب، فهو صديقي وحبيبي، فعشان ما حدش يختلط به الامر. ابو صدام عنده الحمامه الاصليه وعنده منها كل الالوان، ربنا يبارك له في اللي عنده. وانا لسه ما جبتش غير الابيض. تمام؟ ولسه ببدا، وما فيش اي حمام للبيع. يعني باكد تاني ان ما فيش عندي حاليا اي حمام للبيع، لا من الابيض العادي ولا من الابيض الاستيراد. تمام؟ ليه بقى؟ طب الابيض العادي ما عنديش منه ليه؟ لان انا الدور اللي كان حصل عندي اللي هو الدور الفيروسي او المرض الفيروسي اللي جه في الشتاء. طبعا احنا لسه خارجين من الشتاء، يعني الدنيا لسه بتتعافى، فناس كتير كانت دافعه عربون والناس دي لسه ما خدتش حمام. تمام كده؟ يبقى الناس دي اولى ان هي تاخد الحمام بتاعها، الناس اللي هي دافعه فلوس. طبعا انا لما كلمتكم على ان الاستيراد هيفتح يوم 2/6 من الكويت، طبعا كلمت ابو مشعل كويتي اصلا، وبيشحن الحمام لجميع الدول العربيه من الكويت تقريبا يعني. فهو اللي يخصنا احنا مصر، فهو قال لي انه هيبدا من يوم 2/6 عشان اللي عايز يحجز. سعر اي طير 1200 جنيه، اللي عايز يعني يجيب. يعني طبعا انا عارف اللي هيجيب قليل، لكن في ناس بتحب تجيب الاحسن حاجه ويبقى عندها احسن حاجه، هي الناس دي غاويه كده، فكل واحد حر يعني. فعشان ما يجي واحد برضه يكتب يقول لي في التعليقات يا عمي ده الواحد بحق قصان حمام يشتري له لا مؤاخذه بقره او جاموسه. احنا عارفين ان انت ممكن تجيب بقره او جاموسه، بس هو اللي غاوي الحمام غاوي الحمام.
مش غاوي بقره ولا غاوي جاموسه، يعني كل واحد حر، يعني هو غاوي ده وربنا يرزق الجميع يا رب. اللي غاوي الجاموسه واللي غاوي الخروف واللي غاوي البقره، ربنا يرزق الكل من فضله باذن الله. لكن ده شيء احنا اتكلمنا عنه ان هي سلاله الجدود، فهو هيطلع منها سلالات مش هيذبح منها دلوقتي. يعني انا مش هيطلع من عندي زغلول من ده كويس، لو زغلول مستواه مش كويس هنتعامل برضه زي ما كنا بنتعامل مع التاني نذبحه. طلع زغلول كويس هنسيبه يبقى سلاله، تمام، وهكذا. يعني هي الدنيا كده. اللي عايز فعلا هيشتري ومش عارف يجيب الحمام ازاي، ابعت له ارقام الناس، اسيب لك رقمي في اول تعليق، تكلمني واتس لك ارقام الناس في الكويت اللي بيبيعهم وارقام الناس بتوع الشحن، واللي انت عايزه كمان نقدر نعمله لك، اي خدمه نقدر نعملها لك نعملها لك. بس طبعا السعر عالي قوي، انا ما ببيعش، ماليش علاقه في الموضوع البيع ده، لكن انا هدلك ان انت تجيب لو حبيت يعني. بس برضو تكون عندك فكرة ان سعر القص اقل سعر حاليا وصلنا له اللي هو ال100 دينار كويتي. طبعا في 120، في اللي سمعنا لغاية 180 من ناس تانية، لكن احنا هنخلينا في اللي قال لنا 100 دينار دلوقتي. غير ان هو الشحن الفرد الواحد، قلنا الفرد الحمامة الواحدة او الطائر الواحد 1200 جنيه مصري. لسه كمان ان انت هتسافر لمطار القاهرة انك تستلم من هناك، او زي ما بعتنا قبل كده ابو مشعل كان بعت الحمام عند بيت حد في القاهرة فاحنا استلمنا منه، فلابد انك هتسافر يعني. طيب ليه احنا مش هنبيع حمام دلوقتي؟ زي ما قلت لك ان احنا مش هنبيع حمام لان انا بفكر اني اعزل الحمام الذكور عن النت. يعني اول عمريش عملتها، وكنا بنمشي فترة الصيف ديت يعني ايه، نقعد زغلول ضعيف زغلول كويس ونسيب الضعيف شوية يرجع يتحسن بعد شوية. يوم يجي زي ما انتوا عارفين الجو في مصر، يوم يجي حر قوي زي امبارح كان حر قوي، النهارده في هوا جميل جدا، الجو منعش وهوا شديد جدا، تقول حتى الدنيا هتمطر كمان شوية، تمام. فهي الصيف عندنا كده، يوم حلو ويوم حر يعني، لكن غالبية هتكون حر. احنا لسه في شهر 5 وطبعا لسه داخلين، لسه قدامنا 6 و7 و8 و9، فيعني الحر اللي هو جاي لسه يعني لسه جاي الحر. فلو ريحت انا الحمام بفكر في كده، يعني قولوا لي رايكم اريح الحمام، لان انا فوق مني صاج، يعني هنا صاج، فالجو هنا الصاج لما بيجي عليه الشمس المكان ده بيكون نار يعني. فانا بفكر اني اسيب الحمام كده على الارض، هشيل مثلا ايه، اشيل الاناث من السلكات، يعني اخد الاناث اسيبها على الارض واسيب الذكور هنا، حتى لو الذكور لوحدها ابقى ارشها بالبخاخه، والاناث اسيب لهم طبق كبير كده يستحموا فيه كل يوم، مفيش مانع، او وقت ما يحبوا يستحموا بحيث ان هم ينتعشوا. الهدف ان احنا نحافظ على الحمام في فتره الصيف، ان لما نيجي ننتج في فترة مثلا نقول ايه، نبدأ مثلا في شهر 10 نبدأ يكون الحمام صحته كويسة، مراعينه كويس، نبدأ من جديد ناخد منه انتاج كويس. تعرف برضو الصيف وموضوع الجدري وموضوع امراض بتظهر، والانتاج ما بيكونش احسن حاجة مهما تكون بتعطي ادوية وعلاجات، بس الجو يعني برضو الحمام محتاج جو معتدل. لو عندك مكان، احنا ما بقولكش اعزل حمامك، انا ما بعملهاش، لكن الجو بدأ يبقى عندنا حر قوي، بقى يشبه دول الخليج في الحر ده. فاحنا اللي عنده الجو شايف نفسه الجو عنده كويس قوي، استمر مفيش مانع. في ناس عندها الفرخ عندها بيكون في الصيف احسن من الشتاء يعني، وفي ناس عندها يعني الشتاء صعب، وفي ناس عندها الشتاء كويس. مش كل الناس، على حسب المكان اللي مربي فيه. يعني مثلا عارف لو انا مش مربي على السطح، يعني في شقه فوقي شقه تانية مثلا مغطيه، هيكون الجو مثالي صيف وشتاء. على فكره صيف وشتاء زي ما بقول لك كده، يبقى صيف وشتاء الجو مثالي، لكن فوق بيتاثر، وخصوصا فوق اكساج بيتاثر عندك في البرد الحمام بيتاثر، وفي الصيف الحمام بيتاثر. فالله المستعان. قولوا لي رايكم برضو في الحكايه دي ايه، اكتبوا لي في التعليقات انت بتعمل ايه في الصيف وبتعمل ايه في الشتاء، وانهي احسن لك، بتفرخ في الصيف احسن ولا في الشتاء احسن؟ يعني انا سمعت من جواه كبار ان هو بيحب يفرخ في الصيف، وفي احنا كلنا دايما نقول موسم الانتاج الشتاء، وانا واحد منكم، لكن الشتاء اللي فات ده كرهني في الموسم الانتاج بسبب الامراض الفيروسيه اللي جت.
عندي، وفيروسات يمكن ما سمعناش عنها قبل كده، يعني يمكن كانت بتيجي للفراخ ما كانتش بتيجي للحمام. فالله المستعان، الله المستعان، وربنا يعديها على خير. وانا بشكر كل اللي كتب لي تعليق قبل في الفيديو اللي فات، والناس اللي هي متابعاني من زمان، والناس اللي دافعه لي فلوس وبتنتظرني من زمان، او هي مش بتنتظر حتى، مش مستنيه حمام. يعني مش عارف يعني يا جماعه، لسه والله كل جنيه انا خدته من واحد منكم متأيد مكتوب، وبنتظر بس حاجه كويسه انها تليق بيكم، ان انتوا صبرتوا عليا عشان اكافئكم باحسن حاجه عندي. فيعني رجاء سامحوني على التاخير، الناس اللي دافعه فلوس. عشان كده انا مفيش حجز ومفيش بيع حمام الفتره دي. يعني اول حاجه نعطي للناس اللي هي بتستنى يمكن من قبل الشتاء، كمان جه الشتاء وخلص الشتاء ودخلنا على الصيف ولسه مفيش حاجه نعطيها لهم. فالله المستعان، ونعطيهم احسن حاجه باذن الله. بس كده اكون خلصت موضوع فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو ما كنتش مشترك، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.